تأسس سمبوزيوم أسوان للنحت في عام 1996 على يد الفنان الراحل آدم حنين، ويعد هذا السمبوزيوم الأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار. يشارك فيه العديد من الفنانين والمثالين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم. سمبوزيوم أسوان للنحت الدولي ده كانت فكرة أسسها الفنان العالمي آدم حنين. من خلال أنا طبعا تعاملي معاه وقعدت معاه كذا مرة، فهو كان دايما بيتكلم على إنه التجربة أو الفكرة جات له من إنه هو لما راح مرة ملتقى في دولة أوروبية عشان يعملوا نحت على الحجر، فعجبته الفكرة قوي. قال ده احنا أساس الحجر، احنا أصحاب المعابد وأصحاب الحضارة الفرعونية، ويعني لينا باع كبير قوي في النحت على الحجر. ليه ما يكونش عندنا سيمبوزيوم زي كده يكون يعني ملتقى للفنانين محب النحت على الحجر؟ فطبعا أول ما جات له الفكرة مصدر كل المعابد والتماثيل الكبيرة الضخمة اللي معمولة في مصر دي من أسوان، بالجرانيت الأحمر بتاع أسوان ده معروف عالميا إن هو موجود هنا. بس فطرح الفكرة أيامها على صندوق التنمية الثقافية، فإن هم ليه ما يكونش فيه ملتقى يجمع الفنانين المصريين أبناء الحضارة الفرعونية والفنانين العالميين اللي ليهم تجربة مع الحجر أو يعني متخصصين في النحت على الحجر. بدأت فكرته من حوالي 27 سنة، سنة 1996، وكانت دي أول ملتقى. طبعا بدعم كبير من وزارة الثقافة في الفترة دي وبدعم من محافظة أسوان. محافظة أسوان رحبت طبعا بالفكرة جدا، وفرت لهم الحجر، وفرت لهم العمالة، وفرت لهم الأوناش اللي ترفع الحجر ويقطعوا بيها.